كتير قوي بتحصر حكايه وفاء النيل في العصر الكيميتي او مصر القديمه فقط، وبتتجنب اي سيره ان ايام المسلمين مفيش اي سيره، لدرجه ان في بعض الناس او بتتفاخر باسطوره الست اللي بيرموها او البنت اللي بيرموها، وبيعتقدوا ان دي ذروه الحضاره وان دي ذروه كذا. طيب ايه هي فكره وفاء النيل؟ زمان منسوب النيل كان يساوي قيمة الثروة الزراعية التي يمتلكها الناس، فبناء عليه بيحصل ايه؟ تحديد قيمة الضريبة نظير مستوى الإنتاج الزراعي. يعني السنة دي النيل كان مستوى آه ارتفاعه أو منسوب ارتفاعه كان عالي، فاحنا كده هنخلي الضرايب كذا، وصل لمنسوب كذا يبقى احنا هنخليها كذا. طبعا في مناطق ما بيوصلهاش الميه، وفي مناطق بيوصل لها الميه بطريقه غير طبيعيه بتغرق، فاللي بتغرق قصادها بتشرق عشان ما نروحش بعيد. المكان اللي احنا واقفين فيه ده بين ضفتين، يعني احنا فوق النيل دلوقتي الفرع الصغير، عايزين نغمض عينينا ونفتحها ونرجع لايام الفتح الاسلامي. كان مستوى الشارع بتاع الجزيره ده ما كانش موجود، مثلا هتقل بنسبه 100 متر، ولو بصينا الناحيه الثانيه قصادنا، احنا قصادنا كده على طول جامع عمرو ومنطقه ماني جرجس وكذا، هترجع كده حوالي 1000 متر هنلاقي حصن بابليون وجنبه جامع عمرو يا دوبك مثلا 200 متر ويبقى فيه النيل، ضفاف النيل. فمساحه النيل هنا في فتره الفتح الاسلامي كانت واسعه جدا. تمام. يحكي لنا المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار الشهير بالخطط المقريزيه بان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعت لسيدنا عمر بن الخطاب يستفتيه في فكره المقياس، قال له والله ده بيعملوا عندنا، موجود عندهم مقياس في اسوان ومقياس في حلوان، طب نعمل ايه؟ فاقترح عليه ان هم يعملوا المقياس بتاعهم ويخلي المنسوب بتاعه على حدود 14 ل 16. الكلام ده او الراي ده يقال ان اللي قاله سيدنا علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه، وقال له اعطيهم مساحه زراعين بزياده عشان ما تظلمش، يعني اللي ميه وصلت له اقل ما يدفعش، لو الميه وصلت له تمام خلاص، يعني انت ما ايه، خليك متوسط. تمر السنين ويتعمل المقياس هنا في فتره المتوكل على الله جعفر في العصر العباسي، اللي هو المقياس ده في المكان هنا. باختصار وصلنا الناحيه الثانيه هنا، كان في بيت واحد غلبان حارس المقياس. الله، طب ما تخلوا بيته هنا، قال لك لا، ما عشان المكان هنا كان متنزهات الامراء سواء في العصر العباسي مراحله، سواء طولوني او اخشيدي. احمد بن طولون كان ليه هنا حصن، حاجه زي قلعه، وطبعا حواليه الامراء وحواليه الاعيان وكذا، فدي كانت مكان وما زالت ما شاء الله لحد النهارده اغلب السكان من الناس المستوى الاجتماعي كان متوسط. بعد كده الراجل ده قعدوا فين الناحيه الثانيه، فعشان كده هنلاقي هنا في حاره او شارع قصادنا هنا بالظبط اسمها ساعي البحر. يعني ايه ساعي البحر؟ الراجل ده بيجي كل فتره يبص على المقياس، ينظفه ويكنسه تمام التمام، ويبص على العمود اللي فيه درجات الاشاره زي ما هنخش نشوف جوه دلوقتي، يطمن ان النيل وصل للمنسوب، بيروح جايب ستاره لونها اسود، دي اسمها الرايه العباسيه، عليها الشعار المحمدي اللي هي لا اله الا الله محمد رسول الله، ويعلقها على ايه؟ الشباك بتاع المقياس. فالناس لما تشوف الرايه تعرف ان النيل وفى. خلاص، ياخد بعضه ويروح على المنطقه اللي فيها قصر الاماره، اللي هي منطقه ايه؟ العسكر، اللي هي حدائق زينهم حاليا، يبلغ الامير بالبشاره. هوب التجار تسمع الاسعار تعلى، القمح يشح والاسعار تعلى، الفول يشح والاسعار تعلى، فتحصل مجاعات. فكان مشهور عن فتره العصر العباسي ارتفاع مستوى الفساد بسبب الموضوع ده.
لولا ان كان في امراء شداد زي احمد بن طولون، زي ابن محمد بن طولون الاخشيد، زي كافور الاخشيدي، زي سينا او صاد، في شخصيات بعينها كانت بتسيطر على الموضوع ده. لكن في اغلب الحالات كانت مشاكل، خاصه مع النزاع والفروقات اللي كانت بتحصل. هنلاقي عندنا مشاكل ان مثلا ولي مصر مش عارف يخشها، زي محمد بن طولون الارشيد جه مصر مرتين كوالي، المره الاولانيه قعد سنتين مش عارف يخش مصر اصلا، في صراع داخلي، داخل بياكلوا بعض، واللي يصحى الصبح الاول ويسيطر هو ده اللي يتولى. فدي كانت مشكله العصر العباسي. طيب جاء العصر الفاطمي بقى، المعز لدين الله الفاطمي، قال لك بص يا جماعه، ما حد، الراجل ده ما يبلغش حد الا انا، وتتعمل قبه على المقياس ويتقفل، ما حدش يعرف خبر ان النيل ما وفاش او النيل ناقص او النيل زايد الا ايه، الا لما انا اللي اقول. بالفعل اتعملت عليه قبه، مش هي دي على فكره، واتغطى وبقى جاهز على كده. الاخ ساعي البحر، اللي بالمناسبه عملوا له مقام في العصر العثماني من حوالي 200 سنه او 200 وشويه سنه، كالعاده بتاعت العثمانيين، وبقى ولي من اولياء الله الصالحين. بالظبط. هنبتدي الحدوته من هنا، ان الراجل بتاع ساعي البحر ده بيجي يروح داخل يبص على المقياس، يلاقي النيل وفى او استوفى او قضى حق، يروح معلق الستاره يبشر الناس، لا، يقفل ويروح رايح على ولي القاهره، ولي القاهره يروح مبلغ مين؟ ها؟ المعز خليفه الفاطمي. لا مش الخليفه، الاستاذ، مش وزير. الوزير على فكره التدرجات دي الفاطميين كانوا حريصين عليها قوي، يبلغ الوزير والوزير يبلغ خلاص اعلنوا ان النيل وفى. تدق البشاير، تدق البشاير يعني ايه؟ يتعمل علامه زي احتفال، المدافع تضرب مثلا، او النفير يضرب، او واحد ينزل منادي في الشارع، يا ناس، يا هو يا اللي رايح اليول اللي جاي، النيل خلاص وصل لمعدل. وبس هنخش جوه نعرف الحكايه بالظبط. تمام. الجزء الثاني بعد كده هنوصل مكان الاحتفال في كسر الخليج. تمام، يلا بينا.